ماجي تورز. يمكن الاسم ده سمعته خلال السنوات الماضية كثيرا وبالذات في شهر رمضان. معانا الآن صاحب شركة ماجي تورز الفنان محمود عبد العزيز. أهلا بحضرتك معانا وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بيكي وكل سنة وانت طيب. أستاذ محمود، تلفزيون الكويت بيعيد عليك وبيهنيك بدخولك الاستوديو لتسجيل الجزء الثالث من رأفت الهجان، وإن شاء الله يعني تدلنا كده فكرة سريعة عن اللي أنجزتوه في التصوير. أنا أولا شاكر طبعا للتهنئة، وأنا من بداية يعني طبعا بهني كل شعب الكويت وبقول له كل سنة وهو طيب وأحلام جميلة وتحقق بإذن الله كل ما يتمنوه. بالنسبة للجزء الثالث يعني يخلص امتى الحاجات دي التصوير بتاعه؟ اللي انجزتوه تقريبا الدور اللي حضرتك بتقوم فيه خلال هذا الجزء. يعني التكملة للسيرة او يعني حياة ملحمية لرأفت الهجان لغاية الآخر يعني. فبنصور دلوقتي بعد في الديكور ده اللي هو ماجي تورز، اللي هو يعني الشركة الكبيرة اللي حققها كانت الواجهة اللي يتعامل من خلالها يعني. أنا ملاحظة إن الشركة ديكورها فخم السنة دي عن السنة اللي فاتت بالذات. ده دليل إن الشركة كبرت ولا يعني؟ لا، برضه ظهرت السنة اللي فاتت، بس الديكور السنة دي أفخم شوية. لا، نفس الديكور بس انت يعني عشان انت شايفاه جوه في البلاتو، لكن هو نفس الديكور اللي هو كان مفتاحها الشركة، وفي مشهد او ماشيين عملتوه في نفس الديكور. بس طبعا في تحسينات بقى، بيدخل تليفونات جديدة، بيدخل حاجات يعني. عندنا من المساعدين الإخراج والمخرج المساعد والاكسسوارات يعني بيهتموا قوي بتغييرات الديكورات، يعني يقول لك لا ده المفروض يبقى في تليفون جديد، يبقى احدث، يبقى بتاع. هي يعني المجموعه كلها بتتعاون تعاونات خطيره جدا، ان يبقى في دائما وابدا يعني الحاجات الاحدث يعني اللي كانت موجوده. استاذ محمود، حضرتك الشخصيه اللي بتدور حولها بقيه شخصيات المسلسل، يا ترى هنشوف شخصيات جديده السنه دي؟ طبعا. هي دي رحلة 20 سنة، مش رحلة يعني دي رحلة 20 سنة كيان موجود في المجتمع الإسرائيلي أو مجتمع العدو يعني. فهتشوفي طبعا شخصيات كثيرة لسه بتظهر طبعا. في مجموعة شخصيات، أستاذ أحمد خميس زي مدام فخر الدين، زي سماح انور، الاستاذ ابو بكر عزت. في مجموعه شخصيات طالعه جديده زي الاستاذ لطفي عبد الحميد، يعني في مجموعه شخصيات طالعه. استاذ محمود، معلش هسألك سؤال يمكن السادة المشاهدين هيلاحظوه دلوقتي. تميزت في الجزء الثاني بتسريحة معينة رأفت الهجان كان الكل ابتدى يقلدها، يا ترى هتفضل نفس التسريحة موجودة في الجزء الثالث؟ لا، هو طبعا لو انت فاكره البداية خالص، لما بداية الحلقات خالص كان شعره ابتدى يقع. يعني بعيد عننا يعني، وعنك وعن المشاهدين كلهم. انما هو بيتدرج شعره يعني. هو دلوقتي بقى في مرحله بقى يعني وصل 40 سنه في السن ده يعني. لكن بعد كده ممكن يبقى من غير شعر وهكذا يعني، تدريجات الشعر. وبعدين على حسب زي ما قلنا مودات التليفون، وفي برضه مودات للشعر، سنه 56 غير سنه 70 غير سنه الشكل ده. أستاذ محمود، باسم تلفزيون الكويت بنهنيك مرة تانية بعيد الفطر السعيد، وبنقول لحضرتك كل عام وانت بخير. لا بهنيكم وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك للكويت وصحة وسعادة.